السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم. والنهارده هوريكم عصير سهل ولذيذ وجميل وهيكون تقيل وطعمه تحفه ومفيد. ده بنجر. البنجر ده قطعته، بيكون شكله زي ما وريتكم كده في الاول، وبعد كده بقشره الاول بالقشاره واقطعه قطع كده. مش شرط يعني القطع يكون ليها شكل معين، المهم ان هو يتقطع. وبنحطه في ميه حلوه على في حله يعني على النار لحد ما يتسلق كده ويطرى ويبقى سهل يعني ان هو يتهرس مثلا، او ان هو سهل يتفرم يعني. وهنا جبت الخلاط او الكبه يعني whatever. وهنا جبت القطعه دي حطيتها في الشفشق. لازم القطعه دي ادخل فيها الشوكه تكون طريه كده يعني، عشان وانا بطحنها تطحن. هنا هحط القطع اللي عندي كلها، ده انا كنت سلقاه يعني من اليوم اللي قبلها. وهيكون عصير تحفة ولونه خطير، وغير كده كمان طعمه حلو ومفيد جدا. هنا حطيته، دي كانت المية بتاعته. والبنجر اصلا بيدي لون، فهيدي لون غني جدا للفراولة. انا هعمله بالفراولة. البنجر ده ممكن نحطه على كذا عصير يعني، بس المتعارف عليه مع الفراولة. وهنا كان عندي كيس في الفريزر يعني فراولة متفرز، اللي هو انا كنت عاملة فيديو قبل كده ان هو احنا هنفرزه ازاي. اللي هو بنغسل الفراولة وبننضفها، نقطعها يعني راسها والحتة اللي تحت، وممكن نقطعها ممكن نسيبها سليمة، بنحطها في كيس في الفريزر. فالكيس ده كان عندي. وهنا حطيت المية عشان نعمل عصير بقى يعني، وحطيت السكر وحطيت شوية لبن. هو هنا بص اللون عمل اصلا ازاي، ادى على لون توتي كده. توتي حلوة توتي دي. اوكي. وهنا اضرب 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 قلب 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 قلب. في ناس بتحب العصير قطع كده، بس انا لا، انا بحب افرمه يعني على الاخر يكون عصير. وهنا ده كان العصير، لونه تحفة. ممكن تحطوا لبن ممكن ما تحطوش. هنا انا كنت حاطه شوية لبن صغيرين خالص، هما اللي كانوا عندي. ولونه بجد خطير وطعمه يجنن ومفيد جدا 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 البنجر. ممكن طبعا ندخله في عصاير تانية، فممكن تستنوني في فيديوهات تانية وهوريكم هندخله في عصاير تانية زي ايه. بصوا بجد تحفة، لون جميل قوي وانا مش عاملة اي اديت للصورة او يعني للون. الصورة الاخيرة دي مصورها في اضاءة هادية. سلام.